مساء الخير، عاملين ايه؟ طبعا حلقة جديدة. طبعا من أهم حلقات النادي الأهلي مواجهة نادي باتشوكا المكسيكي. مواجهة مش سهلة. النادي الأهلي لعب الفريق ده ازاي اللي الناس كلها كانت بتقلل منه وبتقول إن الفريق ده هينزل يشيل من بوتافوجو اتنين وتلاتة وأربعة. فريق عنده ثغرات، لازم كلنا نبقى متأكدين إن مفيش فريق في الدنيا متكامل، لازم يكون عنده ثغرة. لو انت قدرت تلعب عليها وقدرت تستغلها فانت هتقدر تظهر الفريق ده ان هو فريق ضعيف وفريق مهلهل، زي ما حصل معاك في ماتش الاتحاد السعودي، زي ما حصل معاك في ماتش الهلال السعودي، زي ما حصل معاك في ماتش العين، زي ما عملت ماتش كويس جدا قدام ريال مدريد في كاس العالم للأندية. طبعا كل الكلام ده مترتب زي ما قلنا على انت هتنفذ الطريقه ازاي. انت دايما هتشوف ان هو بيضغط ضغط عشوائي، ضغط عالي جدا لدرجه انه يوصل للعشوائيه زي ما بنقول. فتلاقي دايما فريق باتشوكا لو انت رايح بهجمه انت اتنين تلاتة لعيبه من عندك، فتلاقي فريق باتشوكا كله بيضغط وبيرحل، بيوصل لدرجه ان هم ممكن يلعبوا في 10 15 20 متر، يخلوك تحس ان الملعب ضيق عليك. بس ده بيحتاج منك نقطتين ذكاء كده من لعيبه النادي الاهلي، ان انت وقت ما تستلم الكوره ان انت دايما يبقى عندك سرعه التصرف وسرعه رد الفعل، ان انا هاخد الكوره هنقلها في الناحيه العكسيه، الجانب الاعمى جدا من الملعب، اللي دايما لعيبه باتشوكا مش هتلاقي بص عليه، اللي دايما لعيبه باتشوكا هي كل همها الكوره، مش همها المساحه خالص، ما بيهاجموش المساحه في الحاله الدفاعيه. نبدا مع بعض في بدايه اللقاء. هتلاقي فريق باتشوكا في حالات بسرعه جدا، اتنين لعيبه من فريق باتشوكا بيضغطوا، ونيجي لمربط الفرس. لاعب بدرازه اللي هو رقم 5 ديفندر فريق باتشوكا، وده عارض لك حالات ورا بعض بتبين لك مدى قوه الراجل ده ومدى اعتماد فريق باتشوكا في الحاله الدفاعيه على المنظومه كلها، بتعتمد على الشخص ده، ان احنا كلنا بنهاجم، كلنا بندافع بقدرات دفاعيه ضعيفه، بس انت الاشرس فينا، انت اللي هتخش وتقطع الكره بتاكلينج زي حمدي فتحي، بفاول، بضغط، بان انت حتى لو هتمسك المهاجم وهو دايما اللي بيشاور اللعيبه تلعبوا فين وتروحوا فين، فهتلاقيه دايما سايب نص الملعب. دايما هو لو في 2 لعيبه فهو الثالث بتاعهم، في 4 لعيبه هو الخامس بتاعهم، دايما هو اللي بيكمل المربع او المثلث اللي عايز يعمله مدرب باتشوكا. هتشوف هنا هو بيضغط، الكره بتطلع رمي التماس، بتتلعب الكره وهو برده ما زال موجود في المربع، هو بيضغط وبيطلع زميله بيطلع عليه ويسند ويستلم. برضه قدراته الهجوميه مش قدرات ضعيفه، بيقدر يباصي، بيقدر يخرج بالكره، قطع الكره مره واثنين وثلاثه. وصل بيه الحال ان هو حتى لما كان بيضغط وصل لحد نص الملعب وقطع الكره وصلت لحارس المرمى، اتردت لعبها كره طوليه وصلت في نص الملعب. مين اللي قطعها؟ هو بدرازه، اللاعب رقم 5 اللي احنا بنقول دايما ان هو اقوى لاعب في الفريق. الكره هنا بتتلعب كره عرضيه بتترد، بيصلحها المهاجم، بتروح برضه بدرازه في الحاله الهجوميه زي ما قلنا ان هو قوي برضه هجوميا وبيسدد كره خطيره جدا جنب المرمى. العيوب اللي بتكون عند بدرازه اللاعب رقم 5 ديفندر نادي باتشوكا، هتلاقي بدرازه دايما ان هو في 5 6 لعيبه بيضغطوا من فريق باتشوكا، فانا دايما عايز اخش زي ما قلت لك، لو 5 انا عايز ابقى السادس بتاعهم، لو 7 انا عايز ابقى الثامن بتاعهم. المهم ان هو دايما بيسيب التمركز بتاعه ويضغط ضغط عالي جدا بسبرنت. لو اللاعب اللي معاه الكوره قدر يستوعب ان في الوقت ده لازم الكوره تتلعب في ظهر نص الملعب، توصل بهجمه خطيره جدا. لو لاحظنا هنا الفريق ضغط ب7 8 لعيبه، بدراسه برده مكمل وسيب المان بتاعه اللي في نص الملعب المفروض، وهيكمل بسبرنت ويوصل لحد ان هو خلاص بقى شبه جناح، مش ما بقاش لاعب خالص ديفندر. والكره هنا المهاجم رفع ايده، الكره راحت ناحيه اليمين، اتلعبت الكره وطالت على المهاجم وما لحقهاش، ولو كان لحقها كان في لاعب الناحيه الثانيه يروح انفراد بنص الملعب. وهنا هو بيحاول ان هو يغطي مع الباك اليمين والمساك اليمين، الباك اليمين اللي هو ضعيف دفاعيا، وده كذا حاله مش حاله ولا 2. هتلاقي برضه بدراسه رايح ومغطي في الناحيه دي وساب نص الملعب مساحات فدادين موجوده في نص الملعب. ليه؟ لما تيجي تبص الكره كملت الكره دي طلعت ضربه ركنيه، هتلاقي 3 لعيبه يعتبر شبه جوه ال 18 لوحديهم، لو الكره كانت كملت كانت تروح هجمه خطيره على باتشوكا.
برضه بيدرسها هنا في نص الملعب، هيسيب المان بتاعه وهيبتدي يطلع عشان يضغط مع زمايله يكمل الضغط. الكرة تعدي وتعدي في ظهره زي ما قلت لك. لو اللاعب الكرة راحت ناحية اليمين واتنقلت، تيجي تبص هنا تلاقي 5 لعيبة موجودين على 4 مدافعين، الخط الدفاعي بس بتاع باتشوكا. وده سبب من اسباب الضغط العالي بتاعهم. الكرة بتلعب بالعرض تروح للمهاجم يشوطها تخبط في المدافع وتطلع ضربة ركنية. برضه بيسيب المساحة بتاعته بيطلع ورا المهاجم، فتلاقي المسافة اللي في ظهر نص الملعب وسعت، اتلعبت الكرة وراحت ناحية اليمين. وايا كان تصرف المهاجم، فانا بكلمك على ازاي تخلق مساحة في دفاع المنافس. عايزك تتفرج معايا هنا كمان في الحالات الدفاعية. هو اللاعب هو موجود جوه ال 18 مش في تمركز خالص، لاعب رقم 6 فيروح ويضغط وتاكلينج حمدي فتحي بالظبط. فتلاقي هنا بدراسة موجود في نص الملعب وقافل نص الملعب تماما، وجاله التفكير ان هو يضغط مع زمايله، راح ناحية اليمين ساب نص الملعب. بقت فدادين في نص دفاع باتشوكا، تروح ناحية اليمين تخبط وتروح للمهاجم يشوط في المدافع، تروح للمهاجم التاني يشوط برضه في المدافع. هجمة خطيرة جدا على دفاع باتشوكا بسبب تحرك بدراسة اللي هو دايما عايز يكمل الضغط العالي. الفرقة متحفظة من المدرب، بس المفروض ان انت الشخص مش اللي ما تنفذش الكلام ده، انت المفروض الشخص اللي بتأمن الفرقة كلها. طب كمان الفرقة دي حتى في رميات التماس مش سايبين حاجة للصدفة، فتلاقي الفريق ده وهو بيلعب رمية تماس كأنها ضربة ركنية، لا ده أصعب من ضربة ركنية كمان. في 7 لعيبة موجودين من فريق باتشوكا كلهم خيارات متاحة لاستلام الكورة من رمي التماس، فتلاقي الكورة بتتلعب تروح بقى بعشوائية مش بعشوائية، تقطع الكورة من فريق بوتافوجو، ولولا المدافع هنا ارتكب فاول كانت الكرة هتروح هجمة خطيرة جدا، هجمة مرتدة من نص الملعب على فريق باتشوكا. كمان كرة هنا نلاحظ ان اللاعب بدراسة برضه وهو بيشاور لزمايله هو اللي بيوجههم ان الكرة فاول، نلعب الكرة لورا، فلاعيبة باتشوكا عايزة تطلع بالكرة على الارض، فالكرة تتقطع، نوقف الكرة نلاقي 2 مدافعين مساكين و5 لعيبة رايحين من فريق بوتافوجو، وتلاقي التصرف بتاع المهاجم هو اللي بيفرق. الكرة اتلعبت عرضية على الايمن القريب، مع ان لو اتلعبت على البعيدة اللاعب انفراد ويطلعها المدافع تطلع ضربة ركنية لفريق بوتافوجو في كرة خطيرة جدا. فأول الماتش جبت لك كرة من فريق باتشوكا وهو بيلعب رمي التماس لصالحه كأنها ضربة ركنية، فهنا بجيب لك كرة فريق بوتافوجو وهو بيلعب رمي التماس. هتلاقي هنا الفرقتين موجودين كلهم موجودين في 10 15 متر. فريق بوتافوجو مش قادر يلعب الكرة، فالكرة تتلعب بعشوائية كبيرة جدا وتروح لمدافعين باتشوكا، وتنتهي الكرة بان هي بتتشتت من فريق باتشوكا. ليه؟ انت نفسك اللي وصلت فريق باتشوكا ان هو يقفل عليك المساحات، لما انت كراجل بتطلع بالهجمة هنا وبتبتدي تجمع لعب، فبتروح ب2 و3 و4 و5 لعيبة من فريقك، ولنفترض من الاهلي اللي بيلعبهم، فبتروح ب5 لعيبة هنا، فبتبتدي كتلقائي كطريقه لعب فريق باتشوكا يضغط عليك بكل الفرقه، فتلاقي الدنيا هنا بقت ايه؟ مش زحمه، ده مفيش مكان لخرم ابره يعدي. انت المفروض ان انا في الوقت ده ابسط حل ان انا اعمله ان انا انقل الكره طوليه هنا اهو في الناحيه العكسيه مع ضغط فريق باتشوكا، ودايما المنطقه العاميه بتاعتهم الجنب الشمال ده او الجنب اليمين ايا كان الهجمه فين، الناحيه العكسيه بتاعته بتلاقيها دايما خطره جدا. الدور اللي بشوف ان بيرسي تاو او رضا سليم ايا كان، لان الاثنين مستواهم غير مؤهل جدا خالص ان هم يلعبوا في النادي الاهلي، ورغم كده انا بشوف ان واحد منهم ممكن يحل المشكله دي مع وجود 2 مهاجمين زي وسام وطاهر، وانا مش محتاج خالص ولا قفشه ولا امام، الاثنين مش محتاجهم، لان انا في الجزء ده دايما زحمه. لو انا حطيت لاعب رقم 8 او رقم 10 زي قفشه او امام، فانا طالب منه ان هو يستلم الكوره في المكان الزحمه ويخرج لي بيها، مش هيقدر ومش هيديني الانتاجيه اللي انا عايزها، وابقى خسرت لاعب دفاعيا او هجوميا، وده انا مش محتاجه. انا محتاج لعيبه في ارض الملعب الكره تتلعب عليهم ونقدر نلعب الكره الثانيه باذن الله. كمان هاخدك لحته تانية ازاي تخلق مساحه في دفاعات فريق باتشوكا. ناس كتير هتقول ده كسب 3-0 اكيد فريق بوتافوجو ما عملش عليه هجمات، لا هو فريق بوتافوجو كان بيتحرك تحركات نموذجيه، بس التنفيذ كان من اللعيب اللي بيبقى معاه الكوره كان دايما بيبقى سيء. فلو خدنا بالنا هنا
لاعب بوتافوجو هنا دخل في العمق عشان اللي هو اللاعب رقم 20 دخل في العمق عشان خاطر يسحب الباك اليمين بتاع باتشوكا، فتفضل مساحه ما بينهم فيتحرك فيها لاعب من الاثنين يخش في المساحه. للاسف ما فيش حد اتحرك فراحت الهجمه وبقت هجمه عاديه خالص. طبعا فريق بوتافوجو بعد ما اتاخر بهدفين ابتدى المدرب ينزل مهاجم تاني، فنزل المهاجم رقم 9. فعايزك تتفرج معايا هنا، اللاعب رقم 23 واللاعب رقم 9 الاثنين كانوا في الناحيه اليمين مع تحرك اللعيبه ازاي قدروا يتحركوا في وسط الدفاع ووسط نص ملعب ودفاع نادي باتشوكا، وكأن مفيش حد بيتحرك خالص. نزل المهاجم رقم 9 استلم الكرة سندها لزميله واتحرك وابتدى يخش في العمق وخد القايم البعيد. لو نوقف هنا لحظة هتلاقي اللاعب رقم 9 واخد القايم البعيد واللاعب رقم 23 والاثنين لعبوا الكرة لبعض، استلمها اللاعب رقم 23 اتلعبت له وكان انفراد وراحت لولا المدافع شالها كانت هتبقى هجمة خطيرة جدا على فريق باتشوكا. كمان بوتافوجو وهو بيطلع بالكوره والكوره بتروح معاه في هجمه بيروح ناحيه اليمين، عايزك تلاحظ هنا اللاعب في نص الملعب قدامه كام خيار يقدر يلعب له الكوره، فخمس ست لاعبين رايحين كلهم منطلقين كلهم في مساحات تقدر تلعب لهم الكوره يروحوا انفرادات بالمرمى. ليه؟ لان زي ما قلنا فريق باتشوكا بيدافع دفاع تشوفه عشوائي، تحسه عشوائي. ليه؟ لان هو بيضغط بكل اللعيبه ويسيب دايما خلفه مساحات كبيره جدا. عايز اقول لك ان هو فريق بوتافوجو وهو بيلعب المهاجم رقم 9 دايما كان بينزل في نص الملعب يستلم ويسلم، فنزل هنا استلم الكوره وفي الكوره دي انت خلقت المساحه لكن ما نفذتش صح، وده اللي مش عايز لعيبه الاهلي تقع فيه. انا عايزك تخلق المساحه وتنفذ كمان صح، لان الفرصه اللي هتجيلك في الماتش ده لو قدرت تسجل في الاول باذن الله تكسب 2 و3 و4، وانا متوقع 3 أو 4 باذن الله لو الاهلي هو اللي بدا التسجيل، لان الاهلي دايما لما بيفرض سيطرته على الفرق الكبيره دايما بيأدي وبتطلع النتيجه دايما لصالحه. في عجاله عرض لك كام حاله كده. المساك رقم 33 اللي هو ناحيه الشمال هو والباك الشمال جونزاليز، الاثنين دول عندهم مشاكل دفاعيه جدا. انا هعرض لك الحالات وانت احكم بنفسك الناس دي هل من الصعب على هجوم النادي الاهلي ان هو يقدر يشكل عليهم خطوره او لا، سايب لك انت الحكم في الاخر. كمان حاجه تانية برضو حابب ان انا انصح بيها الاثنين المساكين اللي هيلعبوا في الماتش ده، كان ربيع او ياسر او كان ربيع او داري او خالد ايا كان اللي هيلعب. فانا بقول ان دايما المهاجم اللي هو رقم 23 بتاع باتشوكا مهاجم خطير جدا 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 برغم من كبر سنه، ولكن هو بيقدر ياخدك لحد نص الملعب وفي اللحظه اللي يحس ان انت خلاص اطمنت ان انت بعته عن انفراد واثنين وثلاثه وتثبت عليك الخطوره. اتمنى ان انت لما يكون اللاعب ده هيبتدي يسحبك لنص الملعب سلمه لحد نص الملعب وارجع انت كمان لمركزك واقفل خط الظهر بتاع النادي الاهلي. بس كده وتكون دي نهاية حلقة التحليل. أتمنى أشوف رأيكم وأتمنى طبعا كلنا ندعي للنادي الأهلي إن الأهلي يكسب بإذن الله، يكسب ويؤدي أداء كويس ونقابل ريال مدريد في النهائي. في الختام سلام.